قلت لخالي وقتها بلاش البيت ده يا خالي، ولكن الغريب ان خالي كان عاجبه البيت جدا بالرغم من ان حتى البيت ده قديم جدا، حتى المنطقه اللي حواليه مهجوره. السلام عليكم، معكم احمد، ولو كنت اول مره تشوف قناتي فانا بنزل قصص واقعيه وقصص رعب، فلو كنت مهتم بالمحتوى ده اشترك في القناه ويلا بينا نبدا الفيديو. الشاب بتاع قصه النهارده اسمه خالد، بيحكي ويقول انا كانت علاقتي مع خالي قويه جدا، يعني مش علاقه خال مع ابن اخته، وكمان خالي ده كان عندي كل اسراره وهو كمان كان عنده كل اسراري. المهم في يوم من الايام اتصل بيا خالي وقال لي تعالى معايا اشوف رايك في البيت الجديد اللي انا عاوز اشتريه. وطبعا علشان خالي كان خاطب وقتها فحب يدور على بيت جديد، ولما لقى بيت حب ياخد رايي. ساعتها انا بقى ما استنيتش ورحت لخالي على طول، وبعدها رحنا للبيت اللي عاوز يشتريه، والبيت ده كان بعيد عن المدينه. المهم وصلنا للمكان وشفت البيت، والبيت وقتها ما كانش عاجبني، كان محتاج يتشطب وكان كمان محتاج ترميم، وما كانش البيت كبير كمان، كان فيه كذا اوضه محدوده، وحوالين البيت ده بيوت تاني كانت لسه بتتبني. بعدها اتصل خالي بصاحب البيت ده علشان يشتريه، وبالفعل جه صاحب البيت ده وكان كبير في السن، وساله خالي وقتها وقال له هو البيت ده للبيع؟ رد عليه صاحب البيت وقتها برد غريب، وبعدها سكت وكان كده متوتر ومش عارف يرد. انا وقتها استغربت من سكوته، وخالي كان واقف عادي، فصاحب البيت وقتها رد عليه وقال له ايوه للبيع. انا سالته ليه البيت حالته كده ومش مترمم؟ رد عليا صاحب البيت وقال لي اصل اللي كانوا ساكنين فيه طلعوا منه وسابوه كده، وانا ساعتها انشغلت ولا رممته ولا حتى ظبطته. رد خالي وقال له خلاص الترميم والبهي عليك. بعدها انا خدت خالي على جنب وقلت له نشوف بيت تاني احسن من ده، لان انا حاسس ان البيت ده وحش وحاسس ان الراجل ده كمان بينصب علينا. خالي ساعتها رد عليا وقال لي لا البيت عاجبني وسعره حلو وكمان بعيد عن المدينه والازعاج. وقتها انا قلت لخالي براحتك. المهم وافق صاحب البيت وقال خلاص البويه والتشطيب هديه مني للعريس. رحت انا اتكلمت وقلت له طب التشطيب ده هيخلص امتى؟ رد عليا صاحب البيت وقال لي مش هياخد وقت، اسبوعين بالكتير او شهر الا ويكون جاهز. قلت له طيب. وبعدها رحنا نشوف اساس البيت والسفره واوضه النوم والكلام ده، وكان كل وقتها على ذوقي لان خالي وقتها كان بيثق فيا وذوقي بحكم الخبره والموضه يعني. حجزنا الحاجه وقلنا اول ما يخلص البيت والتشطيب اللي فيه هناخدها ونروح للبيت. بعد اسبوعين من الكلام ده البيت خلص فعلا، فاحنا رحنا جبنا الحاجه اللي اشتريناها وحطيناها فيه، واتجوز خالي وسابني لوحدي وراح قضى شهر العسل. بعد ما رجع خالي من شهر العسل اكتشفت حاجات غريبة في خالي، وهي ان خالي كان مقصر في الصلاة جدا، مع انه قبل الجواز كان محافظ عليها وكمان محافظ على الاذكار. بعد جواز خالي ب3 شهور رن عليا وقال لي انا عاوزك ضروري. اتخضيت وقلت له هو في حاجة ولا ايه؟ فخالي رد عليا وقال لي لا مفيش، تعالى بس بسرعة في حاجة عاوز احكيها لك. انا اتحركت بسرعة لبيت خالي ورحت له لان كنت حاسس ان في حاجة غريبة وان في حاجة هتحصل. دخلت البيت وقتها وقلت له هو في ايه يا خالي؟ جايبني على ملا وشي كده. وقتها اتقلب وش خالي وكان حزين. طلعت مرات خالي من الأوضة وقعدت معانا، وخالي قال لي هقول لك على حاجة يمكن ما تصدقهاش. قلت له هو ايه اللي بيحصل؟ شغلتني يا خالي اتكلم بسرعة. خالي قال لي ان مراته بتسمع حاجات غريبة في البيت وبتحس بحاجات غريبة وان حد ساعات بيمشي وراها. قلت له يا خالي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش معقوله بيتك يكون شكله حلو كده وتحصل فيه الحاجات اللي انت بتقول عليها. وبعدها بدات اهدف خالي وجه وقت الصلاه. قلت له يلا يا خالي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كده ويلا نصلي في المسجد. خالي قال لي لا روح انت صلي وانا هصلي في البيت علشان ما اسيبش مرات خالك وحدها. ساعتها قلت له طيب ورحت اصلي. وبعد ما رجعت من المسجد دخلت بيت خالي وسمعت صوتهم عالي ومرات خالي بتصرخ. قلت يمكن عاملين فيا مقلب علشان اخاف، لان خالي لما حكالي انا ما صدقتش مع اني ما انكرش وجود الجن والشياطين. انا قعدت وقتها وسمعت خالي بيقول لمراته يا بنت الحلال اتعوذي من الشيطان، عاوزانا نروح فين ونسيب بيتنا؟ واسمع مرات خالي بتقول له وهي بتبكي انا مش هقعد في البيت ده فيه جن ومش هصبر دقيقه واحده في البيت ده. ساعتها جه في بالي فكره وندهت خالي وقلت له انا سمعت كل اللي حصل بينكم وعندي فكره. خالي قال لي قول الفكره بسرعه اصل انا مش عارفه اتصرف. قلت له خد مراتك واقعدوا عند امي واخواتي لحد ما نشوف حل للموضوع ده. وفعلا راحوا عند امي وفضلت انا في البيت، وقلت لخالي انا هبات هنا علشان اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. قعدت لوحدي في بيت خالي ودورت في البيت كله يمكن الاقي تفسير للي بيحصل لهم جوه البيت. وانا بدور سمعت صوت اغاني فرحت للتلفزيون لقيته شغال على قناه اغاني. قلت يبقى مرات خالي هي اللي شغلته قبل ما تمشي، ما هي زيها زي خالي مقصره في الصلاه. وتاني يوم جه خالي البيت وقلت له اسمعني انت خليك بايت هنا النهارده وانا هشوف ايه اللي هيحصل معاك وكلمني لان انا عندي شغل النهارده وهمشي. وافق خالي وقتها وقال لي ماشي بس خلي بالك من تليفونك علشان لما رن عليك. خالي كان خايف جدا ان انا مشيت ورحت الشغل وقتها وكنت ناوي ان انا بات معاه، بس اتاخرت وقتها في الشغل وقعدت للساعه 11 بالليل وما قدرتش اروح له. اتصل بيا خالي وقتها بعد ما نمت على طول وقلت له في ايه؟ فقال لي بسمع اصوات غريبه في البيت وان حد بيراقبني وان حد كمان بيمشي ورايا. ساعتها قلت ان مرات كلام خالي صح وان هي مش بتهيأ لها
وان الحاجات دي فعلا بتحصل معاها. قلت لخالي ما تخافش، انا مسافه السكه وابقى عندك. اول ما وصلت لقيت المسكين خالي بره البيت ومستنيني وكان خايف. قلت له ايه ده يا خال، خايف ليه بس؟ قال لي البيت ده فيه جن. قلت له الجن في كل مكان مش في بيتك بس. وبعدها دخلنا البيت وقلت له خلاص يا خالي كمل نومك وانا هنام معاك وابات هنا. فدخل خالي في الاوضه بتاعته علشان ينام وقال لي ماشي، بس كل شويه كان ينادي عليا وهو خايف ويقول لي انت نمت ولا لسه؟ فطمنته وقتها وقلت له انا لسه ما نمتش يا خال، انا هنام بعد ما انت تنام على طول. وبعد ما قعدت صاحي لحد ما خالي ينام انا كمان نمت، وما صحيتش غير لما خالي صحاني كتير وقلت له في ايه يا خالي؟ قال لي افتكرتك ميت ولا الجن والعفاريت عملوا فيك حاجه. ساعتها ضحكت وقلت له ما تخافش يا خالي، ما حصليش حاجه، انتوا بس اللي خايفين زياده عن اللزوم من بيتكم. وقتها خالي قال لي انا قررت ان انا اسيب البيت ده وابيعه. قلت له لا يا خالي تعوذ من الشيطان كده، بيتكم لسه جديد وانت اللي اخترته بنفسك من بين باقي البيوت. قال لي لا انا عاوز اسيبه. قلت له طيب اديني يومين وانا هقول لك تبيعه ولا لا. فقال لي ليه هتعمل ايه؟ قلت له هقول لك بعدين. وبعدها فطرنا وخالي قال لي انا عندي شغل كتير ومش هاجي غير بكره، بس خايف اسيب البيت فاضي ويتسرق. ضحكت وهزرت معاه وقلت له بالله عليك مين يسرق بيتك وانت بتقول ان في جن؟ وقلت له خلاص يا عم روح انت الشغل بتاعك وانا هبات النهارده في البيت. قال لي اخاف يحصل لك حاجه وانت لوحدك. قلت له اطمن يا خالي، روح انت واديني مفاتيح البيت وما تشغلش بالك باي حاجه. وبعدها جات لي فكره كويسه، وهي ان اتصل بشيخ يجي يقرا قران في بيت خالي ويشوف ايه اللي بيحصل في البيت بالظبط. وفعلا رنيت على الشيخ وحكيت له اللي بيحصل، وقال لي الشيخ ان هو هيجي بكره العصر ويشوف في ايه. فقلت له خلاص ماشي يا شيخ انا في انتظارك. وبعد ما كلمت الشيخ دخلت اغير هدومي، فحسيت بحاجه كده بتلمسني في جسمي ونفس بارد على ظهري. بصيت ورايا ما لقيتش حد. بعدها طلعت قعدت في الصاله فسمعت صوت خالي بينادي من الاوضه التانيه. فقلت غريبه، خالي رجع ليه؟ مش هو قال ان هو عنده شغل؟ وقتها بقى رحت للاوضه بسرعه بس ما لقيتش حد. دورت على خالي وقتها في البيت كله بس برضه ما لقيتوش. كمان علشان اتاكد طلعت شفت عربيته موجوده بره البيت ولا لا، ووقتها برضه ما لقيتهاش. دخلت الصاله تاني وقعدت وسمعت صوت مرات خالي بتنادي على خالي في نفس الاوضه. وقفت شويه ولقيتها كمان بتنادي عليا وتقول لي تعالى بسرعه. انا خفت جدا وقتها وقلت ايه اللي جاب مرات خالي من عند امي. رحت للاوضه علشان اشوف مرات خالي عاوزه ايه وبرضه ما لقيتهاش. بعدها اتأكدت ان البيت ده فعلا مسكون وفيه جن. جبت مصحف وقعدت اقرا فيه لحد ما نمت وما حسيتش بنفسي غير وخالي بيصحيني وبيقول لي قوم قوم انت فيك حاجه ولا ايه؟ ساعتها قلت له اسكت يا خالي، انا سمعت كل حاجه وحسيت بكل حاجه انتوا كنتوا بتقولوها. خالي قال لي شفت علشان تصدقني. فوقتها الباب خبط وخالي خاف ساعتها وافتكر ان اللي بيخبط ده جن. قلت له لا يا خالي ده الشيخ اللي انا موعده علشان يجي يقرا قران في البيت. دخل الشيخ وحكيت له الموضوع والحاجات اللي بتحصل انا وخالي. فالشيخ قال لي ان البيت ده مسكون ومقصرين فيه في ذكر الله، وسأل خالي هو مين فيكم مقصر في ذكر الله والصلاه. رديت انا على الشيخ وقلت له خالي وزوجته مقصرين في ذكر الله والصلاه. فرد الشيخ وقتها وقال لي ايوه البيت ده كان فيه عمل قبل كده وعلشان خالك ومراته مقصرين في ذكر الله فسكنوا الجن تاني. الشيخ قال انا قريت وان شاء الله ما يكونش في البيت ده جن تاني، بس حافظوا على الاذكار والصلاه انت وزوجتك. وبعد شهر من رجوع مرات خالي للبيت والحفاظ على الاذكار والصلاه كل الحاجات اللي كانوا بيسمعوها ويحسوا بها جوه البيت اختفت وما عادتش بتظهر تاني. ودي كانت نهايه القصه. لو عجبتكم ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات وكمان تشتركوا في القناه. ولو عندكم اي قصه رعب حصلت معاكم قبل كده فممكن تكتبوها لي في التعليقات من تحت او تتواصلوا معايا. اشوفكم في الفيديو الجاي وقصه جديده والسلام عليكم.